تلك الكلمة التي غيرت وجه الأرض. فلا نستقل أيها الأحباب بقيمة الكلمات التي تلقى، ربما تكون كلمة هنا أو هناك يبعث الله فيها خيرا كثيرا فينطلق الناس من بعدها يسعون بالخير في كل بقعة ويؤمون الخير والثواب وما يرضى عنه الله سبحانه وتعالى في كل مكان. وبعد أيها الأحباب، كما استمعنا في خطبة الجمعة، ها هي الأيام تأتي وراء الأيام، والحق سبحانه وتعالى يلفت نظرنا جميعا أن هذه المناسبات التي تمر بنا جميعا إنما يتجسد فيها معنى الأمة، وهي مناسبات تذكر كل منا بضرورة فهم أن هذه الأمة أمة واحدة، وأن ربها رب واحد وعليها عبادته. أيها الإخوة، يقول الحق سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول أيضا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فنقول أيها الأحباب، مرت علينا مناسبة ليلة الإسراء والمعراج في نهاية رجب، ثم مرت علينا ذكرى تحويل القبلة من نصف من شعبان، ثم ها هي الأيام تقدم بنا حتى نصل إلى بدايات رمضان. وأقول أيها الأحباب، وأتوقف قليلا، منذ أيام حينما توقف الكل عند حادث تحويل القبلة وتذكر معنا آيات الرحمن سبحانه وتعالى من سورة البقرة حينما بدأ في ربع من هذه السورة بقوله: سيقول السفهاء من الناس. وبعد ذلك أيها الأحباب، الحق سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيها الأحباب، إن وسطية هذه الأمة، هذه القيمة التي خصها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بوسطيتها، ليست وسطية المكان فحسب، وليست وسطية الزمان فحسب، وإنما هي وسطية في كل شيء، وسطية بين الرهبانية وبين المادية، وسطية في كل قيمة وفي كل عمل، وسطية بين نصيب الفرد من الدنيا ونصيبه من الآخرة، وسطية يجب أن تجسدها هذه الأمة حتى تكون جديرة بحق بما أمره الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة. أيها الأحباب، لا يمكن لهذه الأمة أن تجسد الشهادة على غيرها من الأمم دون أن تكون متمثلة لمنهج الله عز وجل ومطبقة لشريعة الله عز وجل، وبهذا تكون وحدها، وبهذا فقط تكون جديرة بأن تكون شهيدة على غيرها من الأمم، وأن يكون الرسول شهيدا عليها. أما بغير ذلك، حينما نكون خاضعين وتابعين لهؤلاء وهؤلاء لا قيمة لنا هنا أو هناك، فلا يمكن أن نكون مجسدين لما دعا له الحق سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نكون مجسدين لمعنى الشهادة على غيرنا من الأمم.